طيب ننقل بقى من الاهلي والزمالك، نروح للمنتخب. هل برضه انتهت الحقبه بتاعه الاخ فيتوريا، ولا اللي جاي مع كابتن حسام؟ انت اصلا كنت تتمنى ان كابتن حسام حسن هو اللي يمسك المنتخب؟ طبعا. ولا حد غيره؟ لا كنت في اتمنى، مصر غيره؟ لا هو افضل حد. انا بالنسبه لي كنت اتمنى كابتن حسام ياخد التجربه، لان كابتن حسام عارفين قوة الجرينتا اللي عنده، وعنده حماس غير طبيعي. آه. ومعروف ان اللي بيبص فكره في المباريات بيخلي اللعيبه تموت نفسها في الملعب، وهو نفسه يحقق حاجه البلد. وراجل عنده تاريخ قوي جدا جدا كمنتخب مصر، وكان النادي الاهلي وكان نادي الزمالك، وهو افضل مهاجم في تاريخ مصر. وبالنسبه لي هو اسطوره الكره المصريه وليس محمد صلاح. ده حاليا قصدك؟ اصل في اسطوره ثانيه يعني كابتن محمود الخطيب، انت شايفه مش اسطوره؟ لا اسطوره، بس بالنسبه لنا الناس اللي شافتها عيني حسام حسن افضل لاعب في تاريخ مصر. في التاريخ كله قديم وجديد، افضل من صلاح بالنسبه لي. لان انت لما احطك افضل لاعب في التاريخ لازم تكون عامل حاجه لمنتخبك. معلش يعني كابتن حسام حسن راجع التاريخ وانت تعرف مين حسام حسن وعمل ايه مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي، ولما راح النادي الاهلي مع نادي الزمالك. فبالنسبه لي كابتن حسام اختيار اتاخر كتير للمنتخب، وان شاء الله ربنا يوفقه. وان كانت القائمه يعني بصراحه فيها بعض الحاجات غريبه، انما اعتقد ان دي مش القائمه. هو يتحمل مسؤوليه، هو بس هيلعب البطوله الوديه بيها، وبعد كده هيكون في تغييرات كبيره. هو قال انا عندي عناصر مش جاهزه. اكيد، فان شاء الله باذن الله بس نشوف شكل المنتخب مع كابتن حسام وفي فرق ولا لا. واتمنى من اتحاد الكره يسيبه يشتغل، يدعم التجربه الجديده دي، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله.